مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا؟ النهارده هنعمل مع بعض تحليه على البارد، تحليه بسيطه وسهله جدا، بس عايزه اقول لكم بقى لذيذه جدا وطعمه وكمان حلوه جدا. لما نعملها في رمضان او في ايام عاديه بتبقى جميله جدا وحلوه. ويلا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا. وصفتنا النهاردة هي المهلبية التركية، أو نقول عليها لقمة القاضي. بجد جميلة ومقاديرها سهلة جدا وبسيطة. ويلا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. دلوقتي معايا كيلو من الحليب أو اللبن، ومعايا تلتين من الكوباية إلا ربع من السكر، ومعايا كوباية من الدقيق او الطحين، ومعايا بقى دول بقى اللي في البرطمان دول نشا مش كاستر، ومعايا فانيليا، ومعايا اللي في الطبق ده جوزة الهند. دي جوزة الهند اهي. مقاديرنا كلها سهله خالص وبسيطه ومش معقده جدا، وهنعملها على طول يعني بكل سهوله. اول حاجه بقى معايا صينيه كده 30 في 40. هنجيب بقى كده وهنفرش الصينيه بتاعتنا بجوزة الهند. طبعا لو انتوا اول مره بتتابعوني بقى يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم كل وصفاتي. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك يا جماعه. ودلوقتي بقى هفرش كده الصينيه بتاعتنا زي ما قلت لكم كده بالجوز الهند. لازم نتقل كده جوز الهند فيها علشان لما نيجي نلف بقى الحلويات بتاعتنا تطلع معانا سهله كده وتطلع معانا جميل. طبعا لو انت بقى عايزه تبداي بقى في حاجه بسيطه، ممكن تبداي بقى كده بنص كيلو حليب، وطبعا تحطي عليها بقى زي ما قلت لك كده نص كوبايه من الدقيق ومعلقتين من النشا. وممكن ما تستغنى عن النشا، يعني النشا ده اختياري، مش يعني لو مش متوفر عندك ما فيش مشكله، تعملها بس بالدقيق. وتحطي بقى زي ما انت تفرشي كده جوز الهند، وبعد كده بقى تاخدوهم على النار. احنا عايزينها كده مهلبيه زي اي مهلبيه احنا بنعملها. وهنعمل عليها طبقه بقى تانية هوريها لكم برضو. طبعا برضو تعمليها باي حاجه موجوده عندك. طبعا انا حطيت بقى الدقيق، انا اسفه طبعا ان هو ما صورش معاكم، وحطيت السكر. انا كنت بحسب ان التليفون بيصور، ما خدتش بالي الا بعد ما حطيت الدقيق والسكر. لكن انا طبعا انا مورياكم المقادير. في الاول كوبايه من الدقيق وعليها كوبايه الا ربع من السكر. وهنحط بقى ده النشا هي. انا برضو حطيت النشا وفي دماغي ان التليفون بيصور. انا حطيت برضو معلقتين او 3 من النشا، وهوريكم الكيس اهوت. انا بعد ما خدت بالي ان التليفون ما بيصورش حبيت اوريكم بقى ان كيس النشا اهوت. وهنقلب بقى كله على البارد، السكر مع الدقيق مع الحليب مع النشا. وهناخد بقى الخليط بتاعنا ده على النار لحد ما يطلع معانا بقى مهلبيه كده تكون تقيله. يعني حاجه سهله جدا وبسيطه. ده كيس النشا اهوت. انا بقى دلوقتي كيس نشا من ده، وحطيت بقى اللي بقول لكم برده، ده بقول لكم دي كوبايه الدقيق انا فضيتها بحالها، هي كانت طبعا ملانه. ودي كوبايه السكر برده. وطبعا السكر تبع رغبتكم، وان كنتوا بتحبوه مسكر ممكن تزودوا شويه، يعني ممكن تحطوا كوبايه. ولكن انا لسه هحط كمان نص كوبايه في الطبقه التانية اللي هعملها، فهي كانت طالعه كده سكرها مظبوط وحلو. يعني حطيت نص كوبايه في الاول، ونص كوبايه في الطبقة التانية، يعني واخدة كوباية سكر. فكده جميلة جدا، وهي هتخلي الطعم بتاعك جميل وحلو، ومش هتبقى مسكرة قوي ولا دلعة، هتبقى مظبوطة. لو انت بتحبيه اكتر من كده ممكن تزودي، يعني السكر ده حسب الرغبة بتاعتك. اللي وصل لحد كده يا جماعه يحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه. عايزين بقى كده ايه، احنا كملنا ال1000 مشترك، عايزين بقى كمان كده يعني نكبر كده وعيلتنا تكبر. فيعني دعموني كده وتقفوا جنب مني. وطبعا بشكر كل حبايبي اللي دعموني ووقفوا جنب مني، وبشكر المتابعين اللي كانوا معايا من اول ما فتحت القناه، وحبايبي الجداد بشكركم جدا. وبقول لكم يعني ما تزعلوش مني لو انا مثلا ما ردتش على حد فيكم على طول، ده بتبقى غصب عني، ف حقكم على راسي وما تزعلوش مني. ويعني بحبكم جدا، ويعني انتوا اخواتي واصحابي ويعني عيلتي التانية. دلوقتي بقى نزلت كمان بكيس فانيليا، وهقلب بقى لحد ما المهلبيه بتاعتنا تتقل كده ويبقى القوام بتاعها تقيل.
طبعا بقى معلقه زبده برضو تحطيها، وده برضو للاسف انا برضو ما اتصورتش معاكم. تحطي بقى زبده، تحطي قشطه، انا حطيت زبده من اللي هي الزبده الصفراء. نسيت بقى ان انا يعني احطها معاكم برضو، فمعلش يعني انا اسفه لكم والله. انا كنت فعلا يعني ساعات بحس ان بفكر ان التليفون شغال وبصور على اساس كده، زي ما انا قلت لكم ان انا بصور بايد وبحط يعني بشتغل بايد وبصور بايد، فكان في دماغي ان الكاميرا مفتوحه، اكمن انا دايما شايفاها بقى كده ان الحاجه قدامي، ففي دماغي ان هي مفتوحه، ما باخدش بالي الا بعد ما باجي مثلا افصل الاقيها ده الاقيه ان انا فاصلاه. فانا حطيت معلقه زبده، طبعا لو انت عندك قشطه ممكن تحطي. وبعد كده بقى نزلت بقى بالمهلبيه بتاعتنا اهوت على جوز الهند، وبعد كده فردتها بقى في الصينيه بتاعتنا. وهنعمل بقى الطبقه التانية. الطبقه التانية سهله جدا وبرده مش مكلفه، واي حاجه بقى موجوده عندك تعمليها، يعني اي نوع فاكهه عندك عايزه تعمليه. لو عايزه تعمليها بالشوكولاته، عايزه تعمليها بقى بالموز، عايزه تعمليها بالفراوله، بالمانجا، اي حاجه انت عايزاها. انا بقى حبيت اعملها النهارده بطعم البرتقال، بس مش هعملها يعني مش هجيب برتقال وهعمله. انا معايا كوبايتين من الميه، ومعايا نص كوبايه من السكر اهيت. هنزل بقى بكيس فروتو. انا بحب بقى البرتقال والمزازه بتاعته. الفروتو بيديكي كده مزازه، بيخلي طعم الحاجه كده جميله وحلوه احسن من البرتقال كمان. يعني لو انت مش عندك برتقال متوفر ممكن تجيبي كيس فروتو كده وتعمليه. عندك برتقال مفيش مشكله، عندك زي ما قلت لك كده بقى فراوله، مانجا. انا بحب بقى بحب اعمل بالفروتو لان بيدي مزازه حلوه كده للحاجه وخلاها كده. انا بحب الحاجه المززه يعني. فدلوقتي بقى نزلت كمان بمعلقتين من النشا، ونزلت بالكيس الفروتو، ونزلت بالسكر على كوبايتين من الميه، وهقلبهم برضو على البارد واخدهم على النار يتقالوا معانا برضو، وتبقى مهلبيه كده بس مهلبيه بالبرتقال اهو بالشكل ده. وبعد كده بقى باخده على النار. اول ما تتقل بقى معايا هنزل برضو ورقه فانيليا، وبعد كده هصبه على المهلبيه بتاعتنا البيضه اللي احنا عملناها في الاول دي. خلاص بدات تتقل اهي، وهنزل بقى كده بالفانيليا كده. خلاص تقلت بقى اهيت ونزلتها، وشايفين ده القوام بتاعها اهوت. وطبعا المهلبيه بتاعتنا بقى البيضه ديت احنا طبعا حطيناها في التلاجة يعني بردت شويه واتمسكت معانا. هننزل بقى بالطبقه التانية اهو بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلت لك بقى اي نوع فاكهه عندك، عايزه تعمليها بالشوكولاته، عايزه تعمليها بالمانجا، تعمليها بالفروتو زي ما انا عاملاها، تعمليها بالبرتقال، باي حاجه اي طعم انت بتحبيه تقدري تعمليه. انا فردته بقى كده اهوت على الطبقه التانية، وهسيبه برضو لما يبرد. وبعد كده بقى هنقطعه. هنقطعه بقى كده هو كده خلاص برد اهوت. انا هقطعه بقى كده بالطول، يعني هقسم الصينيه دي نصين اتنين بالطول. بعد كده هقطعها بقى لشرايح رفيعه، وهلفه بقى زي الرول اي، وهقدمه بقى اهو بالشكل ده كده. يعني بقسمها كده لقطع من يعني شرايح كده صغيره اهو بالشكل ده كده. خدتها الاول بالطول، يعني خدتها قسمت نص الصينيه بالطول، ورجعت تاني عملت بالعرض بقى شرايح صغيره. وبعد كده طبعا عشان انا بصور بايد وبعمل بايد، فانا بقى لفيتها مع زي رول كده اهي بالشكل ده. وطبعا ما بيساعدك بقى جوز الهند بتساعدك كمان. وبعد كده بقى زينتها بالفرماسيه. وكمان هطلع بقى كمان كريز كده من عندي. كان عندي بقى ما افتكرت ان في عندي كريز، قلت بقى احطها كمان كده يديله شكل كمان وحاجه حلوه. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا وتحفه. والبرتقال او الفروتو ده بيديها مزازه كده وبيخليها بتحسي كده انت تاكلي حاجه كده، يعني حاجه بجد جميله وتحفه. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، واللي بيشوفني لاول مره يرضي يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه، وشيروا بين حبايبكم واصحابكم. عايزين قناتنا تكبر وعيلتنا تكبر. وطبعا دلوقتي بقى انا عملتها اهو بفرماسيه، هوريكم بقى وانا عاملاها بالكريز. عايزه اقول لكم طعمها تحفه وشكلها تحفه وحاجه كده جميله شيك كده وحاجه حلوه وحاجه بجد تحفه. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باحلى لايك واحلى شير، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.